أعزائي المشاهدين عبر قناة ميديا تك الإعلامية في بطولة بلدية رابغ الرمضانية لعامها الرابع. أستضيف في هذه اللحظات الأستاذ سعد المغربي داعم فريق نجوم بني مالك روابط العقارية. بداية نرحب بك في بلدية رابغ، وكيف ترون أهمية إقامة بطولة محافظة رابغ الرمضانية؟ الله يسعدك، شكرا للقائكم، شكرا للضيافة المميزة من جماعة وشباب بلدية رابغ. بصراحة البطولة جميلة، التنظيم جميل. بصراحة اللي شفناه اليوم كأنها منصة لالتقاء الشباب، وهذا دورنا الأساسي يعني أو الهدف الأساسي للمشاركة ودعم فريق مثل نجوم بني مالك، علشان يكون لنا حضور وعشان يكون في روابط مجتمعية بين جدة ورابغ وبين الشباب السعودي بحول الله. كيف تقيمون مستوى الفرق المشاركة في البطولة هذا العام؟ والله شوف للأمانة، يعني تقريبا اليوم المباراة بين نجوم بني مالك وسانتوس الجامعة من أقوى الفرق، وسانتوس يعني منافس شرس لنا في جدة، بس اليوم الحمد لله تميزنا باللعب. والفرق اللي يعني البطولة مستوى ما شاء الله عالي، وباذن الله تعالى يعني حنطعم الفريق، ولسه اوراقنا كلها ما كشفناها، فبالتالي يعني حيأثر على مستوى البطوله ان شاء الله الى الاعلى بحول الله. هل ترى أن استمرار بطولة بلدية رابغ الرمضانية بشكل سنوي يساهم في تطوير المشهد الرياضي في رابغ؟ والله في رابغ ويمكن في المنطقه الغربيه للامانه، يعني زي ما بتعرف احنا من جده، وفي جده وفي من فريقنا من محافظه خليص، فبالتالي هي منصه لالتقاء الشباب. بالعكس يعني نشيد واتمنى بحول الله تعالى تستمر بزخم اعلى بحول الله تعالى، وهذا الهدف يعني مشاركتنا، ان يكون لنا حضور في احد المحافظات العزيزه والحبيبه الى المنطقه الغربيه كلها. فمقويين ان شاء الله، وربي يقويكم بحول الله تعالى من نجاح الى نجاح في التنظيم. ما هي أبرز الجوانب الإيجابية التي رأيتها في التنظيم لهذه النسخة؟ للأمانة التنظيم يعني عالي جدا ما شاء الله تبارك الله. نقل بث يعني المباراة الأولى ما حضرتها، بس شاهدتها كاملة على قناة يوتيوب. ثقافة التنظيم، ثقافة الحضور، احترام النظام، يعني للأمانة يعني في اختلاف كثير في بطولات المحافظات والحواري. يعني لما نشوف بالتنظيم هذا يعني بصراحة تديها 5 نجوم ما شاء الله تبارك الله. كما يعلم الجميع وكما نعلم بأن المملكة العربية السعودية أصبحت واجهة للرياضة والرياضيين من شتى بقاع الدنيا. نجوم عالميين موجودين في دورينا، واستقطابات كبيرة. كأس العالم موجود في المملكة بعد سنوات، وأيضا كأس آسيا بعد سنوات. نعم، بكل تأكيد الاهتمام بالرياضة والرياضيين لا واجب على كل رياضي، بكل تأكيد مشروع كبير من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وزارة الرياضة. البطولات الرمضانية مهمة بلا شك، هي اللي تبرز كثير من لاعبين كثير طلعوا من البطولات الرمضانية. كيف أو إيش الكلمة اللي حاب توجهها للجنة المنظمة والقائمة على هذا المستوى الكبير وعلى هذه البطولة الكبيرة؟ والله اولا حاب اشكر اللجنه المنظمه وبلديه محافظه رابغ على التنظيم، على البنيه التحتيه، لان للامانه الملعب يعني ما شاء الله تبارك الله بالنسبه للمحافظه راقي جدا كبير، مميز. ف يعني كل الشكر لهم، ويتاكدوا انهم قاعدين بيساهموا في جوده الحياه حتى للشباب، وبينعكس شيء كبير على بصراحة على المحافظات الأخرى تبدأ المنافسات. فالريادة يعني الآن في رابغ أو في محافظة رابغ، حتتبعها محافظات كثير يعني يعني تكون زي رابغ في البطولات هذه. فبالتالي بحول الله تعالى يعني كل الشكر لهم، هنا ناس مبادرين، شيء مميز. فبالتالي بكره المحافظات لما تسوي بطولات زي كذا بالتالي بتتمثل يعني في زي ما بيسووا رابغ، فبالتالي لها الرياده بحول الله تعالى. فكل الشكر لهم. أخيرا، هل تتوقع أني راح أرجع أسوي معك لقاء في النهاية؟ ودفنت لي يعني، بس انت اكيد أكيد. حتسوي معايا لقاء في النهايه، بس يعني حتقول ايش البطوله الثانيه اللي بعدها بعد ما بنحصل على الكاس بحول الله تعالى. إن شاء الله. الله يكرمك، يعطيك الله العافيه، يحفظك. شكرا لكم. اعتذر عن موفق. الإطالة، شكرا. الله يكرمك، تسلم.